تخيل نفسك واقف قدام اقوى كيان شيطاني في العالم، ملك الشياطين بنفسه يا جماعه، الكيان اللي دمر واسقط ممالك وخلى البشر عايشين في رعب دائم. كل خطوه هتؤدي لانهيار العالم، وكل قرار لازم يكون محسوب بدقه لان مفيش فرصه تانية لو فشلت. ولكن مش اي حد هيقدر يواجه الشر المطلق، ولازم يكون في بطل عنده القوه والاستعدادات والخطه المثاليه علشان يقضي على ملك الشياطين للابد. فلو متحمس انك تعيش التجربه دي وتبقى بطل الحكايه، ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، عايزين نوصله 7000 لايك، وتصلي على النبي وتدعي لاخواتنا في فلسطين بالنصر العاجل. وشكرا جدا على الدعم الجبار اللي كان على القناه الفتره اللي فاتت، فيا رب تخشوا الجنه. وهيا بينا نبدا سرد الحكايه. بتبدا قصتنا ببنت اسمها ريسا، واللي كانت ملكه الشفاء، وكانت مسؤوله عن استدعاء الابطال لانقاذ العوالم اللي بتمر بفترات صعبه. قدرت تعمل ده 5 مرات وانقذت 5 عوالم، ولكن ده ما كانش شيء مبهر بالنسبه لهم لان في ملوك عندهم انقذوا عوالم اكتر بكتير. وفجاه في يوم من الايام بتجيلها مهمه من الفئه اس، وده معناه ان العالم اللي هتروحه مخيف وصعب جدا حتى بالنسبه للملوك المخضرمين. وبرغم ان هي قبلت المهمه ببساطه، ولكنها كانت خايفه ومتوتره جدا. بتروح بيتها علشان تختار البطل اللي هتستدعيه، وكالعاده بتقرر تختار بطل من اليابان، ولكنها كانت محتاره تختار مين فيهم، فهي ممكن تستدعي بطل واحد بس لكل عالم. وفجاه وسط حارتها دي وسط الابطال الكتير بتطير ورقه بطل ناسيه على وشها، وبتشوف الاحصائيات بتاعته فبتنبهر بيه. وده لان الاحصائيات بتاعته كانت عاليه جدا بالنسبه لحد في المستوى الاول، وبتقول انها متاكده ان ده واحد بيظهر ما بين كل مليون شخص، وبتقرر تستدعيه من غير اي تردد. بتروح تعمل دايره الاستدعاء، فبيظهر بطل ناسيه وبتكون ريسا معجبه بيه، فبتعرفه على نفسها. بتقول له ان هي ملكه بتعيش في المملكه الموحده، وبتقول له كمان ان هي مضطره تستدعيه لانه البطل اللي هينقذ عالم براندي من ملك الشياطين. فبيفضل سيا باصص لها من غير ما يتكلم، وبعدها بيقول لها طب ما انت ممكن تنقذي العالم ده بنفسك. لكنها بتقول له ان في قواعد بتمنع الاسياد ان هم ينقذوا عالم البشر، وده معناه ان البشر بس هم اللي يقدروا ينقذوا العوالم بتاعتهم. بتكون ريسا متضايقه جدا لانه مهتم بنفسه بس، على الرغم من انه هيكون بطل، ولكنها بتحاول تصبر نفسها وبتقول ان اكيد متوتر لان تم استدعائه فجاه. فبترجع تكلمه بلطف تاني وبتقول له ايه رايك تستدعي حالتك، فبيقول لها اشمعنى. فبتستغرب وبتقول له هو انت يا ابني ما لعبتش اي لعبه في حياتك قبل كده؟ انت لما بتستدعي نفسه الحاله بتاعتك بتشوف قدراتك على شكل ارقام. سيا ما بيكونش مقتنع، ولكن بعد محايلات كتير بيوافق اخيرا وبيستدعي نفسه الحاله. بتقدر ريسا تشوف الاحصائيات بتاعته، بتقول ان الاحصائيات بتاعتك دي افضل بكتير من احصائيات ابطال كتير، حتى انه يعتبر ظاهره ما بين مليون واحد. بتكمل وبتقول ان هو البطل الوحيد اللي هيقدر يهزم ملك الشياطين. فبيسالها هيحصل ايه لو مات في العالم ده، فبتقول له ما تقلقش هترجع للعالم بتاعك تاني من غير اي مشاكل. ولكن سيا كان متردد وعمال يفكر في كلامها، فبتقرر ريسا تفتح بوابه عالم براندي وبتقول له يدخل ينقذه وهتبقى تعرفه تفاصيل اكتر بعدين. لكن سيا بيقول لها هو انت فاكره ان انا هرمي نفسي في العالم الخطير ده، وبيقوم سايبها وماشي. فبتجري ريسا وراه وبتحاول تقنعه وبتقول له ان احصائياته عاليه جدا وكمان هتكون معاه علشان تدعمه وتطمنه، ولكنه بيقول لها ان ده مش هيكون دعم كويس. فبتتعصب وبتقول له ان هي ملكه ومش بتموت، وكمان ممكن تستخدم سحر الشفاء علشان تعالجه لو اتصاب، ولكنه مش بيهتم بالكلام ده. ريسا بتكون متعصبه جدا، ولكن سيا فجاه بيقول لها انه لو راح ينقذ العالم ده هيكون عنده شرط واحد بس. بعدها بيروح يتدرب وبيقول لها ان هي لازم تسيب له فرصه يستعد ويحضر نفسه كويس. فبتتاكد ريسا وقتها ان هي تجاهلت حاجه مهمه جدا كانت مكتوبه في بيانات سيا، وهي انه حذر جدا. بتضطر تسيبه يتدرب، وبعدها بتروح تقابل واحده ثانيه من الملوك اسمها اريا، وبتحكي لها عن سيا الغريب اللي بتقول لها ان هو بيتدرب في بيت قريب من بيتها دلوقتي. لكن اريا بتقول لها انها شايفه ان حذره ده طبيعي، وهي كمان المفروض تاخد بالها انها بتحاول تسيطر على العالم من المستوى اس. بس ريسا كانت شايفه ان ده مجرد تضييع وقت، فهي كانت عايزه تروح وتخلص على طول علشان ترفع مستواها. اريا بتقول لها ان مفيش داعي للاستعجال، وكمان الوقت بيمر في عالم المملكه الموحده بشكل مختلف عن عالم البشر. بتقول لها كمان انها شايفه ان المفروض تدعمه وتجيب له حاجات اساسيه في الاوضه اللي بيتدرب فيها زي سرير وحمام وكمان اكل لانه اكيد هيجوع. وكمان بتعرض على ريسا انها تعامل سيا كصديق ليها. بتستوعب ريسا ان ريا عندها حق وبتجري على بطنها علشان تعمل له كل الحاجات دي، وبتروح عنده وهو بيتدرب بتحاول تديله اكل، لكن سيا بيرفض ياكل منه لانه بيشك ان هو مسموم، وبيطلب منها تاكل منه الاول. بتتعصب ريسا من تصرفاته وبتاكل من الاكل فعلا، فبيوافق سيا ياكل منه هو كمان. وبعدها بتجهز له الاوضه وبتقول له ان تمرينات البطن اللي بيعملها دي مش هتزود احصائياته كتير. بتقول له ان هي هتسيب له 3 وجبات على باب اوضته كل يوم ومش هتزوره غير لما يرن الجرس اللي هتسيبه له، وقتها هتفهم ان هو بقى جاهز. بتقرر تسيبه 3 ايام علشان يخلص تدريبه، ولكن بيفوت 4 ايام من غير ما سيا يرن الجرس. فبتشك ان مات، ولكن الاكل اللي بتسيبه له بيتاكل. فبتقرر تستناه شويه كمان، وبعد ما بيفوت اسبوع بيرن الجرس فجاه. فبتجري على هناك بسرعه وبتساله عن اخبار التدريب، فبيستدعي سيا الحاله بتاعته، وبتكتشف ريسا ان مستواه زاد وبقى في المستوى 15 من مجرد التدريب العبيط ده، وكمان اكتسب قدرات كتيره، وعشان كده بتاخده بتروح لعالم براندي على طول. بيروحوا في الاول لبلد صغيره علشان ينقذوها، بس سيا كان شاكك في كل البشر اللي هناك لدرجه بتستفز ريسا. وفي الطريق بيقابلوا بنت صغيره بتعاملهم بلطف وبتمدحهم هما الاثنين، وبتتعرف عليهم وبتقول لهم ان هي اسمها نينا. فبتسالها ريسا عن مكان محل الاسلحه، فبتدلهم نينا عليه. فبتروح هي وسيا هناك وبتديله كيس فلوس وبتطلب منه يشتري المعدات اللي هو عايزها. فبيقرر سيا يشتري درع فولاذي. ريسا بتحس ان هو بدا يفكر كويس وبشكل منطقي، ولكن سيا بيفاجئها وبيقول لصاحب المحل انه ياخد منه 3 علشان يسيب الاثنين اللي معاه بشكل احتياطي. فبتتصدم ريسا وقتها وبترفض تشتري له غير درع واحد بس، وبعدها بيروح يشتري 5
5 انواع من الاعشاب والقنابل، فريسا بتتصدم اكتر من العدد، لكن مش بتعرف تتصرف. وبعدها بيخرجوا بيقابلوا نينا مره تانية، فبتديهم الرسمه بتاعتها وبتقول لهم ان دي تميمه حظ. فسيا ابن الشكاكه بيقول لها يعني دي مش اداه ملعونه، لكن ريسا بتوقفه بسرعه قبل ما يجرح البنت. واثناء ده بيروح ابو البنت عندهم وبيعتذر لهم عن ازعاج بنته، فبيقولوا له مفيش مشاكل، وبيروحوا بعدها لقتال الوحوش وبيقابلوا وحش الهلام اللي كان اضعف وحش لدرجه ان اي حد ممكن يتخلص منه. ولكن سيا بيتعامل مع الوحش ده بكل جديه وبيهجم عليه بهجوم ناري قوي. فبتحاول ريسا توقفه وتقنعه ان ده اكتر من اللازم لهزيمه الوحش، ولكنه مش بيهتم. بيقول لها ان ممكن يكون لسه عايش، وبيهجم عليه مره ثانيه بنفس القوه وبيفضل يهجم بالشكل ده اكتر من مره. فبتتضايق ريسا وبتقول ان الموضوع ما يستحقش كل ده، وانه كان ممكن يتاكد من احصائيات الوحش بقدره المسح اللي عنده. فبيقول لها ان مش شرط تكون البيانات المرئيه موجوده. بتقرر ريسا تتغاضى عن الموضوع وبتكون هتاخده لسه للقريه الثانيه، ولكن فجاه بتظهر قصادهم واحده من الملوك لقوات ملك الشياطين. بتقول لهم ان هي كانت مستنيه ظهور البطل من البدايه علشان تتخلص منه. بتستعد للهجوم على سيا، فبتشوف ريسا احصائياتها وبتكتشف ان هم مش هيعرفوا يواجهوها. فبتقول ان من الواضح ان احنا لازم نهرب لحد ما نعرف هنتصرف ازاي. لسه ريسا بتكمل كلامها، ولكن سيا ابن الجبانه بيكون سابها وهرب لاخر الشارع. بالفعل بتجري وراه وهي مصدومه بتحاول توقفه، ولكنه مش بيقف. وبما ان الشيطانه بتشوف سيا بيهرب بتتحمس هي كمان وبتجري وراه بكل قوتها، ولكن سيا بيرمي القنابل الدخانيه لما بتقرب منهم. وبعدها بياخد ريسا وبيقول لها تستدعي البوابه لانهم محتاجين يهربوا حالا. وبالفعل بتفتح البوابه، ولكن الشيطانه بتوصل عندهم في اخر لحظه. لكن سيا بيستخدم هجوم النار عليها علشان يعطلها، وبيدخل هو وريسا البوابه بسلام. اول لما بيوصلوا بيطرد ريسا من البيت علشان يقعد يتدرب، وبيقول لها ان هو مضطر يزود قوته والا مش هيقدر يتغلب على الشيطانه دي. وبيقول لها انه مش هيمشي غير لما يحقق نتائج راضي عنها. هو وقتها بس هيستخدم الجرس علشان يعرفها ان هم هينطلقوا، ولكن بيفوت يومين من غير ما سيا يكلمها. وبتكون ريسا متوتره جدا وبتقرر تستخدم المرآة البلوريه اللي اخرتها من ريا علشان تطمن على المدينه. بس اول لما بتستخدمها بتلاقي الشيطانه في وشها وبتقول لها انا عارفه انك بتراقبيني. بتهددها ان هي لو ما ظهرتش هتدمر البلد باللي فيها وهتبدا في قطع راس واحد من السكان بعد 10 دقايق. بتحس ريسا بالخوف وبتروح عند سيا قبل ما يرن الجرس، وبتقول ان دي حاله طارئه والشيطانه بدات تقتل في الناس وهتستمر بالوضع ده لو ما رحناش عندها. لكنه بيقول لها ان هو مش هيروح لهناك غير لما يكون مستعد. بتقول له الناس بتموت في الوقت اللي انت عمال تتدرب فيه ده، فبيقول لها تهدي نفسها. فالوقت بيمر بشكل ابطا في المملكه الموحده على عكس ما بيمر في عالم البشر. بتقول له ان ده حقيقي ولكن الوضع مش ثابت، وكل 10 دقائق في عالم براندي بتساوي 16 ساعه عندهم. فساعتها بكل لا مبالاه بيقول لها ان هو مش شايف اي مشكله في الموضوع وبيكمل تدريب، ولكنها بتحاول توقفه بالعافيه علشان تاخده ينقذ الناس. فجاه بتشوف في البوابه ان الشيطانه بتهدد ان هي تقتل ابو نينا، فبتقرر ريستا تفتح بوابه لعالم براندي، لكن سيا بيوقفها. بيقول لها ان هو لسه مش مستعد، فبترد عليه بتقول له بالشكل ده ابو نينا هيموت. وبتقول انا فاهمه انك خايف، ولكن مع احصائياتك دي فرصتك في الفوز بقت اكبر، وكمان انا هكون موجوده هناك علشان ادعمك بسحر الاسترداد. بتقول له انت لو مت هترجع للعالم الاصلي بتاعك، انما الناس دي لو ماتت مش هيرجعوا تاني خلاص. ولكن الخنزير بيستمر في التدريب وبتستمر الشيطانه في تهديدهم واستفزازهم. فبتوري له ريستا البلوره وبتقول له ان البنت الصغيره دي هي اللي ادتك تميمه الحظ. فبيقول لها ايوه صح، ده ممكن تكون عنصر ملعون اصلا وعشان كده قابله العدو. بتتصدم ريستا من رده وبتقول ان هي كانت غلطانه من البدايه ان هي استدعته، فهو خايف وعشان كده مش عايز يروح لهناك، لكنه مش بيرد عليها. فبتقول ان هي مش مهتمه قوته هتوصل لفين بعد كده، لكنه بطل فظيع وبالكل لسه هتسيبه وتمشي. ولكن سيا بيقول لها انه لو مات كل البلد هتتدمر وبعدها العالم كله، وده اللي بيخليه حريصه مش عايز يخاطر بالقتال، وعشان كده كان بيجهز نفسه كويس. بتبص ريسا على احصائياته فبتلاقيها زادت وكمان وصل للمستوى 21 في وقت قصير. وبيقول لها سيا وقتها انه جاهز، فبتقرر تفتح البوابه لهناك، لكن سيا بيضربها وبيقول لها ان بالشكل ده الشيطان هتقتل الراجل اول لما تشوفهم. وبالفعل بتقتنع ريسا بكلامه وبتفتح البوابه بعيد عن الشيطانه. بيوصل سيا في اللحظه الاخيره قبل ما تقتل الراجل وبيهجم عليها من بعيد، ولكن الشيطانه بتقول له ان الهجوم ده ملوش لازمه. فبيرد عليها وبيقول لها ومين قال لك ان انا كنت بهاجمك اصلا؟ بنعرف انه عمل كده علشان يحرر الراجل. فبتشوف الشيطانه احصائياته وبتتفاجئ لانها بتحس ان دي احصائيات حد مختلف تماما. بتلاحظ كمان ان مستواه زاد وبتقول ان من الواضح انها مضطره تبذل مجهود اكتر. وفجاه قوتها واحصائياتها بيزيدوا وبتنطلق للهجوم على سيا بكل قوتها، بس سيا كان عارف يتفادى ويصد كل هجماتها بشكل كويس. بتقرر الشيطانه تستخدم تقنيه سريه عندها وفجاه بتضرب نفسها بالسيف بتاعها، وبيظهر وحش ضخم قوته اكبر منها بكتير وبتقول ان ده شكلها الحقيقي. بتتصدم ريسا لان مستوى الشيطانه هو كمان زاد وكده سيا مش هيعرف يواجهها. وفجاه بتروح الشيطانه تهجم عليه بكل قوتها. بتكون واثقه ومتاكده ان سيا مات خلاص، وحتى ريسا بتكون خايفه، لكن الغريب ان سيا بيصد الهجوم ده. بتكتشف ريسا ان سيا بيستخدم قدره التزييف علشان يخفي قوته، فبتحاول تفحصه اكتر من مره ولكنها مش بتقدر، وده لان قدراته بتكون مخفيه، بس بتفضل تحاول لحد ما بتنجح في النهايه. وبتكتشف انه في المستوى 37 واحصائياته اعلى من الاول ب5 مرات. ومن الواضح ان هو استخدم مهاره التزييف اول مره اتدرب فيها وكانت احصائياته اعلى من الشيطانه من البدايه، ولكنه رجع يتدرب مره تانية بسبب حذره الشديد. وبتحس ريسا انه مختل عقليا، ولما بتشوف الشيطانه قوه بطلنا بتطير علشان تهجم على القريه وتدمر كل اللي فيها. ولكن على مين؟ سيا بيطير معاه بضربه واحده من سيفه بيتخلص منها تماما، وبتكون ريسا فخوره بيه، ولكنها بتتضايق وبتساله انت ليه استخدمت مهاره التزييف من البدايه؟ فبيقول لها ان الاعداء هيشوفوا مستواه طول ما هي قادره تشوفه وبيفضلوا
بيتجادلوا شويه. فجاه بيتجمع اهل القريه عند سيا وبيحيوه بيشكروه لانه انقذهم، وبيظهر واحد اسمه جيمي وبيديله فاكهه وبيعرض العمده ان هو يحضر مائده علشان يشكرهم. لكن سيا بيقول له ان لسه في حاجات المفروض يخلصها، فبتفتكر ريسا ان هو ناوي يروح للبلد الثانيه بسرعه، ولكنها بتتصدم لان ابن الخنزيره بيجمع كل الفتات اللي باقي من جثه الشيطانه وبيقعد يدمر فيه ويحرقه. ومش بيكتفي بكده ولكنه بيستمر في الحرقه اكتر من مره لحد ما القريه كلها بدات تتحرق من شده النار والناس بدات تهرب، وحتى جيمي بيتحرق من النار وبتروح ريسا علشان تعالجه. وبيفضل سيا على الوضع ده لحد ما القريه كلها بتتدمر تماما، وبعد ما العمده كان عايز يعمل لهم مائده بقى عايز يخرجهم من القريه باي طريقه. اما بقى ابو نينا فبيروح يشكر سيا على مجهوده وبيديله الفلوس اللي كانت معاه كشكر ليه، وبالفعل سيا بيقبلها وبيطلب زياده كمان. فبتتصدم ريسا من تصرفاته لان دي عمرها ما كانت تصرفات الابطال. بتاخده علشان تروح لبلده تانية، ولكن قبل ما يتحركوا بيسالها اذا كانت تقدر تعمل له دروع واسلحه زياده، ولكنها بتقول ان هي مش هتقدر تساعده زياده عن اللزوم علشان ده ضد القانون. فبيقول لها ان هي ملهاش فايده، وبعدها بيخليها تفتح البوابه علشان يرجع يتدرب مره تانية. بتروح ريسا تقابل اريا بعد كده وبتتكلم معاها عن سيا كالعاده لانها متضايقه منه لانه بيستمر في التدريب طول الوقت وبس. بتقول لها ان هي كان نفسها تخلص وتسيطر على العالم براند بسرعه علشان تبقى ملكه زي اريا، بس اريا بتقول لها انت المفروض ما تاخدنيش قدوه ليكي. ولكن ريسا بتقول لها ازاي ده انت استدعيتي ابطال ال 300 عالم وانقذتيهم كلهم. لكن اريا بتقول لها ان كان في عالم فشلت في انقاذه ورغم انه عالم واحد ولكنه كان الامل الوحيد بالنسبه للسكان بتوعه، وكمان كان عالم من المستوى بيه يعني ما كانش صعب، وده كله بسبب غلطه منها. فبتحس ريسا بالتوتر ومش بتعرف تقول حاجه، فبتعتذر اريا وبتكون لسه هتصب لها الشاي علشان تغير المزاج، لكن سيا بيوصل عندهم فجاه. بتتفاجئ اريا اول لما بتشوفه لدرجه ان البراد بيقع من ايدها، وفجاه بتروح تتكلم معاه وتعرفه على نفسها وبتساله عن سبب زيارته. فبيقول لهم ان قوته مش بتزيد مهما اتدرب. فبتتعصب ريسا وبتقول له ان التدريب لوحده له حدود برضه، وبتقترح عليه انه يرفع مستواه عن طريق قتل الوحوش. فبيحس ان هي مخاطره كبيره وبيطلب منها تعمل له دمبل تقيل وخلاص يتدرب بيه، لكنها بتقول له ان ده مؤقت وهيوصل لحدوده برضه قريب. بيكون سيا محتار ومش عارف يعمل ايه، فبتقول له اريا ان في بعض الاسياد في المملكه بيتدربوا ولو واجههم بالشكل ده مش هيموت وهيزود قوته في نفس الوقت. بيوافق سيا على الفكره، ولكن ريسا بتكون قلقانه وبتسالها ازاي هتقدر تنفذ الكلام ده وهل الاسياد بيعلموا حد اصلا. فبتطمنها وبتقول لها ان هي هتتكلم مع السيده عشتار بنفسها وهتخلي سيريوس يدربه. بالفعل بيروحوا يتكلموا مع سيريوس فبيوافق على طلب اريا، ولكن بيحذر سيا وبيقول له ان التدريب بتاعه قاسي جدا ومش متاكد ان في انسان ممكن يتحمله. ولكن سيا بيتكلم بثقه شديده وبيقول له طب حلو بلاش تعيط بقى لما نبدا لان هخليك تستسلم في نص الطريق. بياخدوا علشان يقاتلوا بعض في الساحه وبيبدا سيريوس في الهجوم عليه، ولكن سيا بيصد هجومه بكل سهوله وعشان كده بيستمر سيريوس في تدريبه. بيفوت اول يوم من التدريب وبيعترف سيريوس بقوه سيا وبيكمل تدريبه، لكن في خلال يومين بيحس بالتوتر والاحباط لان سيا كسب قوه كبيره وبيكون متضايق لانه مش قادر يستخدم قوته الحقيقيه قصاده، وده طبعا بسبب القوانين. وفي ثالث يوم تدريب بتروح ريسا تتكلم مع سيريوس وبتلاحظ ان هو تعبان ومتغير، فبتساله عن التدريب. بيحاول سيريوس ان هي تهرب من الاجابه وفجاه بيتعصب عليها لما بتصمم تعرف التفاصيل. وفي رابع يوم تدريب بتقرر تحضر شويه وجبات خفيفه وتاخدها لسيريوس لانه كان متضايق في اليوم اللي قبله، بس فجاه وهي بتشتري المكونات بتشوف سيريوس قاعد على الارض ومستخبي بشكل غريب. بيقول لها ان البطل بتاعها ده مريض وحاول يقنعه ان هو يوقف تدريبه ولكنه مش بيسمع كلامه وخلاه يتدرب من غير اي راحه او نوم. وبرغم ان سيريوس قال له انه بقى اقوى منه ب3 مرات ولكنه رفض يوقف وقال له انه مش هيوقف غير لما يبقى اقوى منه ب100 مره. وفجاه بيظهر سيا قصادهم وهما بيتكلموا وبيقولوا ان استراحه الغداء بتاعته خلصت. بينهار سيريوس وبيرمي السيف بتاعه بيقول له انه مش عايز يشوفه مره ثانيه، ولكن سيا هياخده غصب عنه. فبتحاول ريسا توقفه لكن اريا بتوصل وبتقول لها ان عشتار عايزاها، وكده سيريوس اتدبس مع سيا تاني. بتروح ريسا تقابل عشتار وبتتكلم معاه عن تدريب سيا وعن سيريوس، وبعدها بتقول لها ان هما لازم يروحوا للمدينه اللي بعدها حالا لان من الواضح ان سيد الشياطين كان بيراقب سيا من البدايه وفي خطر بيقرب من البلد الثانيه. بتقول لها كمان ان في حلفاء مهمين مستنيينهم في تاني بلده هيروحوها، فبتتفاجئ ريسا وبتوافق فورا انها تروح للبلد اللي بعد كده وبتقرر تجبر سيا لو اضطرت. بس اول لما بتوصل بتلاقيه عمال يضرب في سيريوس فبتتصدم وبتحاول توقفه، ولكنه بيفاجئها اكتر لما بيقول لها ان ده جزء من التدريب. بتتجاهل ده وبتقول ان هما لازم يروحوا للبلد الجديده لانها في خطر، فبيقول لها ان هو مستعد يروح هناك بعد اللي عمله في سيريوس ده. وبالفعل بيروحوا هناك ولكنهم بيتفاجئوا لان الناس بتهرب من هناك وبيقولوا ان قوات الخالدين على وشك الوصول عندهم. بيعرف سيا ان القوات دي شبه الزومبي وصعب هزيمتهم بالسيوف ومفيش غير تعويذات النار والمياه الساحره اللي بيقدروا ياثروا فيهم. فبيروح سيا يشتري 1000 ازازه مياه ساحره، فبيحاول صاحب المحل يقنعه ان هو مش محتاج العدد ده كله وحتى لو اخده فمش هيعرف يشيله، وكمان مفيش كميه المياه اللي هو عايزها دي اصلا. لكن سيا بيتعصب وكان لسه هيتخانق مع البياع، لكن ريسا بتوقفه بالعافيه وبياخدوا 10 ازايز بس وبيمشوا. بيروحوا للكنيسه علشان يقابلوا الحلفاء اللي عشتار قالت لهم عليهم، وهناك بيقابلوا ولد وبنت صغيرين من نسل التنين واسمهم اولا وماش، وكمان بيقابلوا الكاهن اللي هناك. فبيروح يعرف نفسه لسيا ولكن فجاه وهو بيتكلم بيستخدم سيا المياه الساحره عليه وبيبدا وش الكاهن يتحرق وفعلا بيكتشف ان هو من الزومبي. فبيتعصب وبيقول لهم ان هو هيقضي عليهم ولكنهم بيقرروا يقاوموه. وبتروح ريسا تتكلم مع سيا علشان يتصرف، ولكن سيا بيقول لها ان هو اتعامل معاه بالفعل. فجاه جسم الزومبي ده بيتقطع لاجزاء فبيتفاجئوا كلهم من قوه سيا وبيكونوا مش فاهمين هو هجم عليه امتى، ولكن ريسا كان اللي محيرها حاجه ثانيه. بتروح تسال ريسا هو عارف ازاي ان الكاهن ده زومبي اصلا، فبيقول لها ان الكاهن ده كان اضعف شخص في المجموعه
المجموعه، وعموما كان هيموت عاجلا او اجلا، وعشان كده ضربه بالمياه السحريه. فبتتصدم ريسا من المنطق الغريب بتاعه وبتقول له ان ده مش منطق اصلا. اما الزومبي فكان لسه عايش وقال لهم بلاش تتغروا في نفسكم، فالقوات الخالده هيوصلوا المدينه على الصبح وعددهم هيكون 10,000 وهيخلصوا عليكم بسهوله. بس بالشكل ده بيكون سيا جمع المعلومات اللي هو عايزها وبيقول ان جه الوقت علشان يتخلص منه تماما. فبتاخد ريسا اولو ومشوا الاخت بتاعه الكنيسه وبتهرب بسرعه، وفي اللحظه اللي بيخرجوا فيها من المكان بتتدمر الكنيسه وبتولع بسبب هجوم سيا. بيتفاجئ مشوا اولو من قوه سيا وبيطلبوا ان هم ينضموا له، فبيستخدم سيا المهام المقدسه عليهم هم والاخت بتاعه الكنيسه وبيتاكد ان هم بشر. كمان ابن العبيطه بيستخدمها على ريسا، ولما بتتعصب عليه بيقولها ان هي ممكن تتحول في اي وقت. بيحس العيال ان سيا مريض وبيخافوا منه، وخوفهم ده بيزيد لما بيشوفوا ريسا بتستخدم عليهم مهاره المسح علشان تعرف مستواهم. بعدها بتقول لسيا ان هم هيساعدوه، ولكن ابن العبيطه بيرفض ان هم ينضموا له. بيقول لهم ان احصائياتهم قليله جدا ومش هيكون لهم فايده، فبيتعصب مش من كلامه. اما له بتقول ان قوتهم هتزيد في المستقبل، لكنه بيفضل مصمم ان مش هيكون لهم فايده، وبيقول لهم ان حتى استشعار الخطر عندهم ضعيف جدا. فبيتعصب مش من كلام سيا وبيقول له انه يعتبر بطل في القريه بتاعته وانه ما ينفعش يقلل منه كده. بس فجاه واثناء الكلام بيوصل مجموعه جنود وبيسال القائد من اللي دمر الكنيسه بالشكل ده، فبتحس ريسا بالتوتر، ولكن الاخت بتاعه الكنيسه بتنقذهم. بتقول ان هي مش قادره تفتكر اللي حصل بالظبط، بس الكاهن بتاع الكنيسه طلع واحد من الزومبي وهو اللي دمرها. وبتقول ان في جيش من 10,000 زومبي جاي عندهم الصبح، بس لحسن الحظ ان هم عندهم بطل مع واحده من الملوك وكمان 2 من نسل التنانين. بيطلب رئيس الجنود من سيا ان يساعدهم ويحميهم، ولكن سيا بيساومهم مره ثانيه على فلوس وبيساله طب انت هتدفع كام. ولما ريسا بتتعصب عليه بيقول لها ان هو بيتعلم مهاره جديده ومحتاج مبلغ كبير، فبيقول له رئيس الجنود ان هو هياخد مكافاه كبيره. بس سيا ابن الشكاكه مش بيصدق كلامه غير لما يخليه يمضي على ورقه بالكلام ده، وبعدها بيقول انه مش محتاج الجنود اللي جايين تبعه دول، وبيقول لهم يحموا الناس اللي باقيه في المدينه احسن، وبيقول للمشي قولوا نفس الكلام. فبتحاول ريسا تقنعه انه حتى لو قوي فهو محتاج يتعاون مع حلفائه علشان يخلصوا على ال10,000 اللي جايين دول، لكن بيقول لها ان وجود 100 او 200 شخص قصاد 10,000 مش هيأثر في حاجه، بالعكس ده هيعرضهم للخطر اكتر. وفجاه بيستخدم مهاره الطيران وبيقول لها ان هو مش محتاجها هي كمان، وانه رايح يواجه الزومبي وبيطلب منها تستناه في الفندق. بيطير بسرعه بعدها ولكنها بتتعصب وبتطير وراها هي كمان، ولكن سرعه طيرانه كانت اعلى بكتير وبتتعب ريسا وبتقف في نص الطريق. فبيروح سيا يمسك ايده وبياخدها وبيطير بسرعته العاليه علشان ما تعطلوش لحد ما بيوصلوا المكان ل10,000 زومبي. بيقرر سيا يستخدم قوه القصف وهو طاير علشان يتخلص منهم، وبيعمل نيازك صغيره يهجم بيها عليهم، وبمجرد ما بتخبط الارض بتعمل انفجار كبير وبتخلص منهم في ثواني. فبتتفاجئ ريسا من قوته بتساله اتعلم المهاره دي امتى، فبيقول لها ان هي جت في باله لما كان بيتدرب مع سيريوس، وفجاه بيحس بالتعب وبيقول لها انه محتاج يرجع يرتاح. ورغم ان هي بتتعاطف معاه وبتقول انه اكيد تعبان بسبب الهجوم، ولكنها بتكتشف ان هو كان بيبالغ كالعاده ولسه باقي له 13,000 نقطه سحريه من اصل 15,000. بس بيرجع بعد كده للفندق وبيستخدم شعر ريسا اللي وقع منها في الاوضه، وبيعمل عن طريقه سيف من الفولاذ القوي باستخدام قوه التجميع اللي كسبها جديد. وكمان بتروح اولو تتكلم معاهم وبتعرفهم ان ماشي اختفى من ساعه ما قابل سيا ومش عارفه مكانه. اثناء ما بيتكلموا بتوصل هديه لسيا، فبيفتحوها وبيكتشفوا ان هي مرايه ولكنها مش مرايه عاديه، فبيظهر فيها مش من خلالها هو متقيد ومضروب. بيظهر جنبه واحد اسمه ديسيما وبيقول لهم ان المرايه دي بتنقل لهم الصوره من بعيد، وبعد هزيمه جيش ال10,000 قرر يرجع لهم عن طريق مشي وينتقم منهم. بعد كده بيهدد مش علشان يصرخ، ولكن مش بيتكلم مع سيا بيقول له انه سمع انه قضى على ال10,000 زومبي لوحده وعشان كده ناوي يسيب حمايه العالم ده ليه. فبيتعصب ديسيما وبيهدد مش بالقتل وبيستهزأ بسيا لانه مش عارف ينقذه، ولكن سيا بيطلب من ريسا تعمل بوابه لعالم المملكه الموحده، واثناء ده بيستخدم السيف اللي عمله جديد وبيقطع ايد ديسيما من مكانه، وده عن طريق نسل الابعاد اللي بيخترق نسيج الفضاء. فبتتفاجئ ريسا من قوته اللي شبه الاسياد، ولكن سيا مش بيسيب مجال للمفاجاه وبياخدها وبيرجعوا لعالم المملكه لان الوقت بيعدي ابطا هناك. بيقول لها ان هم محتاجين يلاقوا طريقه يروحوا بها عند ماش قبل ما يتقتل، فبيروحوا عند اشطار وبيطلبوا منها يلاقوا مكان ماش، ورغم ان دي هتكون مساعده زياده عن المسموح ولكنها بتوافق. بتفتح لهم بوابه بالقرب من المكان اللي ماش محجوز فيه فعلا، واول لما بيوصلوا بتروح ريسا علشان تعالجه. اما بقى سيا فبيهجم على ديسيما بالهجوم الناري بتاعه، ولكن ديسيما مش بيتاثر بالهجوم ده لان في لهب اسود حواليه بيحميه. وفجاه بيعمل وحش عن طريق اللهب ده وبيقول لسيا ان هجومه مش هياثر عليه، وبالفعل الوحش الناري ده مش بيتاثر بالهجوم بتاعه ولا حتى بالمياه السحريه. فبتستخدم ريسا مهاره المسح على الوحش وبتعرف ان ده مش بيتاثر عليه غير هجوم الجليد وبس، وبتقول له ان لو قدر يصيبه بقوه اكبر من قوه دفاعه بعد ما يجمده وقتها هيقدر يتخلص منه. وكان ديسيما واثق ان سيا مش هيعرف يتخلص منه لانه بيستخدم سحر النار المخالف تماما عن سحر الجليد، ولكن سيا ما كانش متفاجئ. بيقول له انه خالف توقعاته، فهو كان فاكر انه هيعمل وحش مقاوم للجليد والنار وكان مستعد للاحتمال ده، وحاليا هو مستعد يواجه الوحش من غير اي تردد. فبيتعصب ديسيما وبيزود قوه نيران الوحش بتاعه وبيخليه يهجم على سيا، ولكن سيا بيهجم عليه في نفس الوقت بهجوم ناري ولكن بقبضه ايده وبس. فبيستغربوا لانه سياف، ولكنه بيقول لهم ان هو مستعد لاي حاجه وهو مش مستعد يخسر السيف بتاعه او يضيع او يحصل له اي حاجه. بعدها بيهجم بسحر الجليد عليه، فبيتصدم ديسيما لانه عارف انه بيستخدم النار والجليد مع بعض، ولكن ريسا بتكتشف ان سيا عامل جهاز بيديله قوه عنصر الجليد، والجهاز اللي عمله ده عن طريق قوه التجميع، وبيقول لها انه استخدم فيه الشعر بتاعها كمان. ومش كده وبس، ولكنه عمل اجهزه ثانيه بتديله قوه الضوء والظلام وغيرها كمان، وعملهم كلهم بنفس الطريقه. فبتتصدم ريسا وبتقول انه بعد كميه الشعر اللي بتقع منها دي
حاسه ان هي هتبقى قرعه. وبعد ما الوحش الناري ده بيتجمد بيهجم سيا عليه بهجوم ناري اخير علشان يتخلص منه، وبالفعل بيقضي عليه. بيتصدم ديسما من قوته وبتقرر ريسا تسيبه يتعامل معاه بطريقته، فبتتحرك ريسا مع ماش علشان تسيبه يولع في المكان براحته. بيرجعوا كلهم للبلد وبتكمل ريسا علاج ماش، واول لما بيفوق بيشكر سيا على انقاذه، فبيقرر سيا ياخدهم في فريقه لكن بيقول لهم ان هم هيشيلوا حاجته بس. فبيعترف ماش انه ادرك ان في فرق قوه رهيب ما بينهم، وعشان كده بيطلب منه ياخده كمتدرب عنده وهيبقى يشيل له حاجته. بالفعل بيوافق سيا على طلبه بما انه هيشيل شنطته، فبيقرر ماش ياخده يزور عرين التنين مكان ما هو واولو اتولدوا. بيقولوا له ان هم سمعوا ان هم لو راحوا للمكان ده وكسروا الختم اللي هناك هيقدروا يحصلوا على اسلحه عظيمه لمواجهه الشر، وعشان كده بتحاول ريسا تقنع سيا انه يوافق، ولكنه بيقول لها ان هو عمل 3 اسلحه بلاتينيه بالفعل، ولكن بتفضل مصممه وبتقول له انه هياخد سلاح افضل من هناك. لكن سيا بيرفض يتحركوا لهناك وبيقول لهم ان هم محتاجين يروحوا المكان تاني الاول، فبياخدهم علشان يقابلوا سيريوس وبيروحوا يدوروا عليه في الكافيتيريا، ولكنهم اتصدموا لانه تخلى عن القتال بالفعل واشتغل طباخ هناك، واول لما بيشوفهم بيحاول يستخبى ولكنهم بيشوفوه. بيتضايق سيا من اللي بيعمله، بيخرج السيف بتاعه بيساله انت مش ناوي ترجع لمهنتك اليوميه تاني، ولكن سيريوس بيترعب اول لما بيشوف السيف وبيقول له ان هو اتخلى عن الموضوع ده تماما. فبيطمنوا سيا ان هو مش هيدربوا المره دي ولكن هيدرب ماش، فبيستخدم سيريوس قدره المسح علشان يشوف احصائياته وبيكتشف ان هي قليله فعلا، وعشان كده بيتحمس جدا وبيقول له حلو يلا بينا بس خلي بالك بقى تدريبات قاسيه، وبيبدا يضحك ويرجع لشخصيته تاني قبل ما يدرب سيا. بعدها بياخد اولو عند واحده من الملوك علشان يعلمها سحر النار، وبعد ما بيخلصوا بيكون سيا عايز يدور على حد يدربه هو كمان. وفجاه وهم ماشيين بتخبط ريسا في فالكري، ودي ملكه الدمار اللي كانت لسه هتتخانق معاهم لانها ملكه من المستوى الثالث، ولكن لحسن الحظ الموقف بيعدي وبتحاول ريسا تحذر سيا منها، ولكنه بيروح يطلب منها ان هي تدربه لان حس بقوتها الكبيره. فبتحس ريسا ان هي في ورطه لان سيا هيموت بالشكل ده، ولكن اريا بتوصل في الوقت المناسب وبتطلب من فالكري ان هي تعفو عن سيا احتراما ليها، وده لانها ملكه من المستوى الرفيع، وبالفعل بتسمع كلامها وبتسيب سيا في حاله. بتاخده اريا بعد كده لابن ملكه الحرب علشان تدربه، وبالفعل بتوافق، ولكن تصرفاتها كانت غريبه شويه وكانت ريسا قلقانه منها، ولكن سيا كان مستعد يتدرب معاها رغم ده. بيبدا ماش واولو وسيا في التدريب بتاعهم، وكان التدريب ماشي بسلاسه معاهم كلهم، ولما بتروح ريسا تطمن عليهم بتلاقي ادني بتضحك بشكل غريب وهي مستمتعه. بتقول ان سيا مختلف عن اي بطل قابلته، ولكن تاني يوم حالتها بتتغير وشكلها بيتغيروا، فبتتصدم ريسا من تاثير سيا على الملوك. بتحس باحساس مش لطيف. اما تالت يوم فبيكون مش خلص تدريبه ومستواه زاد للضعف كمان، بس اولو كان مستواه واحصائياتها زي ما هي، وده برغم التدريبات الكتير اللي بتعملها. وبتقول الملكه اللي بتدربها ريسا ان اولو مش هتقدر تتعلم سحر النار رغم ان هي بتحاول بجد، ولكن الموضوع بيكون معتمد على الموهبه اللي هي اتولدت بيها، وبكده بيكونوا خلصوا تدريبهم وجي وقت ان هم يمشوا ويروحوا العرين التنين. ولكن الغريب في الوقت ده ان ادني بتطلب من سيا ان ياخدها معاه في المغامرات بتاعته، وبتعمل له كيكه علشان تعبر عن حبها ليه، لكن سيا بيقول لها ان ده مقرف ورغم انه ممتن لتدريبها ولكن مش عايزه تفضل معاه. فبتتجنن ادني وبتفقد السيطره على نفسها وبتبدا تكسر في المكان اللي حواليها، لكن سيا مش بيهتم وبيكمل طريقه علشان يزور عرين التنين هو والباقيين. وفي الطريق بيلاحظوا ان اولو بتحاول تتدرب على السحر، ولكن سيا بيقول لها ان مفيش داعي لده، فهي مسؤوله عن شيل حاجته وبس. فبتحس بالحزن شويه وحتى ريسا بتتضايق منه. وفجاه بيقابلوا غول في الطريق، ولكن بيظهر طائر وبيقضي عليه في نفس اللحظه، وبيقول سيا ان ده الطائر بتاعه وبيقدر يكتشف اي وحش حواليهم ويهجم عليه تلقائيا. وبالفعل مهما كان عدد الوحوش اللي بتظهر حواليهم كان الطائر بيتخلص منهم طالما مستواهم اقل من المستوى 30، ولكن ده كان مخلي ماش واولو يحسوا بالاحباط لانهم عايزين يثبتوا قوتهم وفايدتهم هم كمان، ورغم ان ريسا كانت متضايقه علشانهم ولكنها كانت متفاجئه من قوه سيا، وعشان كده بتحاول تستخدم قوه المسح بتاعتها علشان تعرف مستواها. فبيظهر انه في المستوى الاول، ولكن ده تزييف طبعا. بتحاول تتغلب على التزييف ده وتكسره ولكنها مش بتعرف وعينها بتصاب، بس بيكملوا الطريق بعد كده. واول لما بيقربوا من العرين بيظهر ختم بينور على ايد ماش واولو، وبعد ما بيدخلوا بيظهر الختم ده على البوابه فبيستعدوا علشان يكسروها، ولكن سيا بيهجم بكل قوته علشان يفتحها بنفسه. بالفعل بيقدر يفتحها، وده بيزود احباط اولو وماش. بيكملوا الطريق لحد ما بيوصلوا عند بوابه ممكن تنقلهم لقريه التنين، وبعد ما سيا بيتاكد ان هي بوابه حقيقيه ومش فخ بيستخدموها وبينتقلوا فعلا. بيقابلهم واحد من التنانين اسمه الهوجس وبياخدهم علشان يقابلوا القائده ليفاي. اول لما بيقابلوها بتقول لهم ان هم بيواجهوا ظروف صعبه بسبب ملك الشياطين، ولكن بما انهم هنا حاليا فهم مطمنين. بعدها بيتعلم ماش ازاي يتحول لتنين، وبتقول ان قدرته هتضاعف بشكل كبير لو اتحول، وبالفعل احصائياته بتزيد 10 اضعاف، وبيعرف كمان انه ممكن يتحول لملك التنانين مع الوقت. ولما اولو بتطلب منها تعرفها ازاي تعمل كده بتقول لها مفيش داعي لانها مش هتحتاج تعمل ده لان عندها دور اعظم كتير تعمله. تفتكر ايه الدور ده بقى؟ والله البت دي صعبانه عليا يا صديقي. بتقول لها ان هي لازم تضحي بنفسها علشان يعملوا السلاح الاعظم، والسلاح ده هو اللي هيتخلص من ملك الشياطين على حسب الاسطوره. ولكن مش بيسكت وبيعترض على كلامها، فبتقول له القائده ان ملك الشياطين بيسيطر على 70% من العالم، والشياطين بتحرق مدن كامله ومعظم الممالك وقعت ما عدا قلعه روزغارد. وبتقول لهم ان مفيش اي طريقه لهزيمته غير بالشكل ده، وبتحاول تقنع اولو. بتقول لها ان هي محظوظه لانها تنقذهم فهي الفخر بتاعهم والكلام ده يعني. بس مفيش حد كان مقتنع بالكلام اللي اتقاله. بعد ما بيخرجوا من عندها بيتكلم ماش مع اولو وبيسالها اذا كانت مقتنعه، فبتكرر الكلام اللي اتقال من القائده وبتقول له ان هي مبسوطه لانها كانت عايزه تنقذ الكل دايما. بتسمع ريسا الكلام
البلان بتاعهم ورغم ان هدفها هو انقاذ العالم ولكنها ما كانتش عايزه تضحي بيها برضه. بس سيا ابن الخنزيره ما كانش مهتم فبتتعصب على ريسا وبتقول له انه المفروض يتكلم مع اولو لكنه بيقول لها ان الحاجه اللي لازم تعملها واضحه ومش محتاجه كلام يعني. فبتتمسك اولو بقرارها بالليل بيروحوا يحضروا اخر عشاء هتحضروا معاهم بس اولو فجاه بتختفي وبتظهر وهي بتنفذ المراسم لتحويلها لسلاح. بتستعد ان هي تقع في حفره كبيره علشان تموت نفسها وتعمل السلاح وكل التنانين كانوا بيشجعوها بس في النص اولو بتبدا تتردد. بيجبروها ان هي تكمل ومشبش بيقدر يوقفهم ولكن الخنزير بيتدخل في اخر لحظه وبيروح يخلص على الحراس اللي كانوا بيحاولوا يوقعوها غصب عنها. وبكل جمدان بيقول لهم هو انا ما كانش قصدي انها تضحي بنفسها. فهو كان فاكر انه كلامه كان واضح بانها مسؤوله عن شيل حاجته بس ولكن لو ماتت مش هيقدر حد يشيلها وبرضه بيرجع لخنزرته تاني. بيقول كمان انه مش واثق ان السلاح ده هيقدر يتخلص من ملك الشياطين وحتى ريسا بترجع لعقلها وبتقول لهم ان هم يتخلصوا من ملك الشياطين من غير ما يضحوا باي حد من اصحابهم. لكن ليفاي بتكون مصممه فبيتعصب ماشي وبيكون لسه هيهجم عليها ولكن فجاه مش بيعرف يتحرك هو وريسا. بتقول لهم القائده ان هي حطت ماده بتشل حركتهم في الاكل لانها توقعت ان هم يعملوا حاجه زي كده. كانت ناويه تكمل المراسم ولكن سيا كان سليم وما حصلوش حاجه وكان بيصدهم رغم ان هو اكل من البسكوت ولكن بيقول لهم ان هو رجع البسكوت ده بعد كده علشان كان متوقع ان هي تسمم الاكل برضه. واول مره بتفرح ريسا من حذر سيا المبالغ فيه ولكن القائده بتتحول لتنين ضخمه وبتروح تتعامل مع سيا بنفسها وبتكتشف ريسا انها في المستوى 66 واحصائياتها عاليه جدا. ولكن سيا بيخرج السيف من شنطته بيروح يهجم عليها ورغم ان هي بتتصاب ولكنها بتحاول تقتل اولو. وفجاه السلسله اللي اولو لابسها بتاثر عليها واللعنه اللي فيها بتبدا تشتغل وبتقول القائده ان الدخان اللي هيخرج من السلسله دي هينهي حياه اولو بالكامل في 3 دقايق وبس. مش بتوافق ان هي تلغي التعويذه وبتقول لسيا انه لازم يقتلها علشان يلغيها فبيهجم عليها بالهجوم الناري بتاعه ورغم انه بيقلل احصائياتها للنص ولكنها بتعمل جدار ضخم من جلدها. بتقول له ان بالشكل ده مش عارف يتغلب عليها ولكنه بيقول لها ان هو هيخلص منها وفجاه بيخرج كيس من حبوب السرعه وبياكلها كلها. بعدها بيخرج سيف من شنطته اسمه قاتل التنانين كان عامله احتياطي وبيروح يهجم عليها بكل قوته وسرعته ورغم ان الجدار بتاعها ما كانش بيتاثر ولكن سيا كان مستمر في ضرباته لحد ما بتوصل لطرف الطريق. بالشكل ده كانت هتقع في المكان اللي اولو كان المفروض تضحي فيه بنفسها وبالفعل بيهجم عليها علشان يوقعها فبتحاول تستخدم اجنحتها وتطير ولكن سيا كان مدمرهم من البدايه. بتقع ليفاي في الحفره وبتموت فبتشال اللعنه من على اولو وبعدها بيخرج سيف من الحفره اللي ليفاي وقعت فيها فبيقول سيا ان بما انهم ضحوا بحد وعملوا السلاح فكده مش باقي غير دم اولو. بيضربها ضربه بسيطه علشان ياخد دمها فبيتغير شكل السيف وبيقول لهم سيا ان كده تحول لسيف قاتل الشياطين وبيقنع التنانين ان دور ليفاي انها تموت وبالفعل محدش بيعترض. بيسيبوهم يمشوا من عالم التنانين بسلام وبتروح اولو تشكر سيا على انقاذها وبعدها بتخرج هي وماش من العرين في البدايه. لكن ريسا بتاخر نفسها شويه وبتقول لسيا ان هي عارفه ان السيف ده مش سيف قاتل الشياطين وبالفعل بياكد سيا على كلامها ولكنه بيحذرها وبيقول لها ما تقولش لحد. فبتفهم ان هو كان بيحاول يريح الكل مش اكتر بس بتحس بالقلق لان السيف اللي كانوا هيعملوه ده هو الوحيد اللي قادر يتخلص من ملك الشياطين وبكده مش هيقدروا يتخلصوا منه. ولكن سيا بيقول لها ان هم هيلاقوا حل تاني وهينجحوا في النهايه وبياخدها علشان يرجعوا ولكن ريسا بتحس بالقلق وده لان سيا عمره ما كان متاكد ان هم هينجحوا في اي حاجه بس بتقول يمكن ده لانه تعبان. وفجاه هم خارجين من العرين بيقابلوا القوات اللي قابلوها عند الكنيسه وكانوا واقفين بشكل غريب. بيقولوا له ان هم سمعوا ان البطل اتحرك للعرين وعشان كده راحوا يدوروا عليه وحاليا هم تحت قياده الكابتن روز واللي دلوقتي في اشتباك مع قوات ملك الشياطين في قلعه اولجا وبيطلبوا منه هو وباقي الفريق ان هم يروحوا معاهم. فبتطمنهم ريسا وبتقول لهم ان مهمتهم هي انقاذ العالم وعشان كده هيروحوا معاهم وكان قائد الفريق ناوي يوريهم الطريق للقلعه ولكن سيا بيقول له ان مفيش داعي لده. فجاه بيبدا يطير فبيتفاجئوا كلهم ان في بشري بيقدر يطير اصلا وبيحسوا بالتفاؤل وبيقول القائد بتاعهم ان بالشكل ده هيقدروا يتخلصوا من بيل بوب. بيسالوا مين ده فبيقول لهم ان ده شيطان على شكل دبانه وحاليا في حشد من الدبان العملاق بيهاجم القلعه تحت قيادته وفي اصابات كتير. فبيقول سيا ان كده القتال هيكون في الهواء يحتاجوا يستطلعوا المكان الاول وعشان كده بيقرر ياخد مشوي ويطير بيه وبيقول لريسا ان هي تاخد اولو معاها وبالفعل بيطيروا هم شايلينهم لحد ما بيقربوا من القلعه وبيكتشفوا ان في سحابه من الدبان متجمعه حواليهم بشكل غريب فبينزلوا قبل ما حد ياخد باله منهم وبيلاحظ سيا ان عددهم من 300 ل 400 وان كل دبانه فيهم فوق المستوى 30 ومواجهتهم هتكون مشكله اكتر من جيش ال10,000 زومبي. فبيقرر يراقب اللي بيحصل بس حاليا وبيلاقوا فجاه بيل بوب ظاهر قدامهم فبتشوف ريسا الاحصائيات بتاعته ورغم ان هي بتعرف ان هو مش قوي قوي ولكن سرعته كانت عاليه جدا وده كان بيساعده على استهداف الفرسان ورغم ان الفرسان كانوا بيحاولوا يقاوموه ولكن حتى الدبان العادي كان بيراوغهم بشكل كبير. فجاه بيشيل بيل شويه من الفرسان مع الدبان وبيطير بهم من مكان عالي وبيحدفهم على الارض وبيقف يتفرج عليهم وهم بصوت بعد ما اجسامهم اتدمرت وبيقول عليهم العاب ناريه بشريه. بيامر بقى القوات يجيبوا له البطل لحد عنده الا المذبحه دي هتفضل مستمره فبيتعصب مشو بيكون عايز يروح يتخلص منه ولكن سيا بيقول له يصبر وده لان الدبان بيتحرك بسرعه اكبر من رمشه العين واكيد قوتهم كبيره ومحتاجين يستعدوا قبل مواجهتهم. بعدها بيكملوا الطريق لحد ما بيقابلوا القائده روزو اللي بتفرح اول لما بتشوفهم وبتطلب من الجنود يقوموا علشان يكملوا قتال وينتقموا من الشياطين ولكن هم ما بيكونوش قادرين من اللي
اللي شافوه ولا اللي حصل، فبتقرر تاخد سيا معاها ويرجعوا للقلعه علشان يتناقشوا في استراتيجيه يقتلوا بها الدبان ده. بتقول للباقي الجنود ان هم هيرجعوا بعدها على طول، وفي الطريق بيتكلم رئيس الكتيبه معاهم عن القلعه وبيقول لهم انها بتحمي حدود الامبراطوريه، ولكن الشياطين حصروها، فمن الواضح ان هدفهم هو استدراج البطل، وبيطمنهم ان حتى لو اخترقوا القلعه ففي قائد حربي موجود في الامبراطوريه هيحميها. فبيتكلم ماشو بيقول انه سمع ان القائد ده يعتبر افضل محارب في براندي كامله، ولكن سيا بيقول ان لو ده حقيقي فهو اللي كان هينقذ العالم بدالي. ساعتها القائد بيرد عليه وبيقول ان القائد الحربي يعتبر اقوى واحد فعلا، ولكن ده من غير ما يدخلوا سيا في المقارنه، وبيكملوا كلام في الطريق بتاعهم. بعد شويه بيوصلوا للقلعه وبيعملوا اجتماع علشان يتناقشوا في الاستراتيجيه بتاعتهم، ولكن سيا بيوقفهم وبيقول لهم ان عايز يضمن سلامتهم الاول. بيقول ان ممكن يكون في واحد من اتباع الشياطين متنكر ما بينهم، فبتتصدم روز وبتساله اذا كان ده بجد، فبيقول لها ان ده مجرد احتمال، ولكن لو ما فيش عدو فممكن يبقى في متفجرات مفخخه في المكان. بتتفاجئ روز مره ثانيه ولكنه بيقول لها ان ده مش احتمال اكيد، ولو ما فيش متفجرات فممكن يكون في شخص بيسمعهم في السر. فبتطلب روز من قواتها ان هم يفتشوا المكان كويس جدا، ولكن بعد 10 دقايق من التفتيش ما بيوصلوش لاي حاجه. روز بتتضايق لان كل اللي عملوه ده في الفاضي، ولكن سيا بيقول لها انا قلت لك ان ده احتمال مش اكيد. فبتتعصب القائده وبتقول انه لو قضوا احتمالات مش هيقاتلوا، وبتقول كمان ان ما فيش داعي للاجتماع اصلا، فهي والبطل هيروحوا للمقدمه ويهجموا على المخبأ على طول. فبيرد سيا وبيقول لها احنا فعلا مش محتاجين الاجتماع، لان الخطوه اللي محتاجينها واضحه جدا، وهي انه لازم يرجع يتدرب لمواجهه الدبان كالعاده. فبيتصدم كل اللي موجودين ومش بيفهموا كلامه وبيفتكروا ان هو جبان وبيتخلى عنهم. بتحاول ريسا تفهمهم ان هو هيرجع يتدرب بس، ولكنهم بيتصدموا تاني لما بيعرفوا ان هو ناوي يتدرب 3 ايام، وبيقولوا ان القلعه كده هيتم احتلالها وكل حاجه هتكون خلصت. ولكن ريسا بترجع تفهمهم مره ثانيه ان ال3 ايام في عالم المملكه الموحده هيكونوا بمثابه ساعه واحده بس في العالم بتاعهم. ولكن روز بتكون شايفه ان مفيش داعي للتدريب اصلا، فريسا اكيد بتعرف تطير، فبيقول لها سيا ان هي بتعرف تطير ولكن ما بتعرفش تقاتل ومفيش منها فايده. وسيا الخنزير بيقع بلسانه قدامها وبيقول لها ان بعد اللي شافه هو كمان ما عندوش فرصه للفوز. فبتتصدم روز لما بتعرف انه كان بيراقب قواتها وهم بيموتوا، ولكن قرر ما يتدخلش. فبتقول لها ريسا ان هم ما عرفوش يتدخلوا لانهم وصلوا متاخر، ولكن روز ما كانتش مقتنعه بكلامها وشايفه ان البطل طالما كان موجود كان لازم يتدخل. كانت متضايقه لان سيا مش متاثر بموت الجنود بتوعها، فبيقول لها ان التاثير مش هيفيد بحاجه، والمهم ان هم ياخدوا حذرهم ويفضلوا هاديين. فبتهزقوا روز وبتقول ان كلمه البطل معناها الراجل الشجاع، ولكن سيا مش بطل فهو مجرد جبان. ولكن لسه بتتدخل لاول مره وبتدافع عن سيا، وبتقول ان حذر سيا ده هو اللي انقذهم في اوقات كتير، فهو عايز يكون مستعد دايما، ولو استنت ساعه بس هيقدر يتخلص من القوات كامله. ولكنها ما بتكونش مصدقاها، فبتقول لها ريسا ان هي مستحيل تفهم قصدها لانها خالده وما عندهاش حدود. ولكن سيا بيتعصب، بيقول القائده انت اللي ما ينفعش تتكلمي عن قيم الحياه لانك السبب في موت جنودك من البدايه، لانك ما عملتيش استراتيجيه كويسه. بتتعصب روز وبتحاول تضربه، ولكن سيا بيوقفها وبيضربها بالقلم. فبتتصدم ريسا وبتكون مرعوبه وبتحاول توقفه لان ما ينفعش يستخدم العنف ضد البنات. ولكن روز مش بتستسلم وبتحاول تضربه مره ثانيه، ولكن سيا بيوقفها وبيضربها برضه. فبتحاول روز تضربه ثاني، ولكن سيا بيوقفها وبيستمر بالشكل ده اكتر من مره، لحد ما خدود البت بتورم وبتعيط يعني من اللي حصل، وبتقول له يمشي وما يعملش حاجه وهي تتصرف بنفسها. فبيدوس على خاطرها اكتر واكتر وبيقول لها ان هي ضعيفه ومش هتقدر، وبيرفض يعتذر لها وبيسيبها متغاظه وبتعيط وبيدخل للمملكه الموحده. بيحاول صحابنا يتكلموا معاه لانه ما كانش ينفع يتصرف معاه بالشكل ده، ولكنه كان متضايق لانها ما استسلمتش رغم انه ما كانش عندها فرصه للفوز، وكمان ما فكرتش في الخسائر اللي حصلت لها. بعدها بيقول لريسا انه يعرف طريقه لهزيمه بيلبوب، ولكنه محتاج ملك الصواريخ او ملك المنادق يدربه، ولكنها بتقول له ان ما فيش حاجه اسمها كده في العالم ده غبي. فبيقول لها خلاص وديني الملك الاقواس، والفعل بتاخده عند ميتس ملكه الرمايه في الغابه. بتطلب منها تدرب سيف، فهو بيسالها اذا كانت بتقدر تضرب اكتر من سهم في وقت واحد، ولكنها بتقول له لا بس بتقدر تضرب اسهم ورا بعض علشان تعوض ده. فبيوافق ان هي تعلمه، ولكنه بيحتاج له قوس في الاول. فبيطلب منه تعرفه ازاي عملت قوس النار، فبتقول له ان الموضوع صعب ومحتاج تدريب، ولكنه بيصمم تقول له الطريقه. واول لما بيعرفها بيعمله في ثواني، فبتحس قلب الاحباط من الفرق ما بينهم. الواد ده فشخ خواطر كل اللي في الانمي حرفيا. فبتحاول ريسا تهون عليهم بعد ما راح يتدربوا، وبعدها بتسالهم هم هيعملوا ايه دلوقتي. فبيقول لها مش النساء طلب منه ان هم يروحوا ياكلوا حلويات في الكافيتيريا، ولكنه عايز يدور على ملك يدربه. وبالفعل بتقول له ان هي هتساعده، وبتسال له هتعمل ايه. فبتقول لها باحباط ان هي تروح تاكل حلويات في الكافيتيريا زي ما سيا طلب. واثناء الكلام بيقابله سيريوس، فبيتصدم لما بيشوفهم لان ده معناه ان سيا رجع تاني. وبيقول لريسا ان ايدنا متدمره من ساعه ما مشى، عماله تردد ان هي تقتله لدرجه انه شك ان هي بتعمل اغنيه جديده. وبيقول لها ان الموضوع خطير وممكن تهجم على سيا في اي لحظه. فبتروح ريسا تقابل اريا هي ومشوا يقولوا بيتكلموا معاه اللي سمعته من سيريوس، ولكن اريا بتقول لها ان ايدنا مش هتعمل اي حاجه، وحتى لو فكرت تعمل كده فسيا بطل وهيكون بخير. واثناء الكلام بيقول ماشي انه مش عارف يعمل ايه في الوقت الفاضي ده. فبتلاحظ اريا ان عنده قوه مخفيه، وبتقول ان هي مستعده تدربه علشان يطلقها. وبتقول له ان ممكن تدربها هي كمان لان عندها قوه مخفيه برضه. فبتتفاجئ من كلامها وبيوافقوا على طول. بتسيبهم ريسا وبتروح تزور ايدنا لانها ما كانتش عارفه ترتاح. وفجاه اول لما بيدخل لبيتها بتلاقيها كاتبه في كل مكان ان هي هتقتل سيا. وفجاه بتظهر من وراها وهي شكلها مرعب، وبتقول لها ان اكيد سيا رجع معاها بما انها رجعت. ولكن ريسا بتحاول تتهرب منها وبتقول لها ان هي رجعت من غيره، ورغم ان ايدنا كانت شاكه فيها في البدايه، ولكن بعد كده قررت تصدقها وبتسيبها تمشي بسلام. فبتيجي ريسا وبتروح لسيا بسرعه وبتقول له بلاش يجي عندها تماما، ولما يخلص تدريب يعرفها عن طريق الجرس، وهتبقى تيجي هي ومشوا يقولوا ويمشوا من عنده لان ما ينفعش
يقابل ايدنا تماما، لكنه بيصدمها في الوقت ده بيقول لها ايدنا وراكي اصلا، وفجاه بتظهر ايدنا بشكل مرعب وهي بتخرج السيف بتاعها وبتستعد لقتل سيا. فهي كانت متاكده انه رجع بما ان ريسا رجعت وقررت تمشي وراها علشان تعرف مكانه، ورغم ان ريسا كانت مرعوبه ولكن سيا كان هادي زي العاده، وكمان بدا يقرب بنفسه من ايدنا وبدا يرتب شعرها وبيقول لها ان شكلها بقى فظيع. بتحاول ريسا تخليه يهرب لان كانت خايفه ان ايدنا تغدر بيه وتهجم عليه فجاه، ولكن بتصدم ان ايدنا بتسامحه بسهوله وبتقول انها بتحبه وبتقرر تمشي وتسيبه يتدرب زي ما طلب منها. فبتحس ريسا ان هي كانت غبيه لانها قلت بالشكل ده، وبترجع تتكلم مع اريا وبتقول لها على اللي حصل، ولكن اريا كانت هاديه وواثقه في سيا. فبتستغرب ريسا من هدوءها رغم ان هي اللي قضت وقت طويل مع سيا، ولكن اريا بتقول لها كفايه كلام عن سيا كده، وبتاخدها علشان تشوف قوه مش وقوله الجديده. بتوريها ان مش حاليا بيقدر يحول ايده لايد تنين في اي وقت اثناء الهجوم، وكمان بتستخدم قوله قوتها على مش وبتخليه يتحرك ويتعامل ببطء. فبتتفاجئ ريسا ان قوله عندها سحر التاخير، ومش كده وبس لا وكمان عندها سحر التسارع وممكن تزود من سرعه الخصم كمان. فبتقعد ريسا تتكلم معاهم وبتشجعهم هي واريا، وبعدها بتشكر اريا لانها ساعدتهم وبتقول لها ان لما سيا يتقن مهاره القوس وقتها هيقدر يكسب نيل بوب بسهوله. اول لما بتقول كده اريا بتتفاجئ وبتسالها وانت سبتي سيا تدرب مع ميتس لوحدهم، لكن ريسا ما بتكونش فاهمه ايه المشكله. فميتس هي ملكه الرمايه الوحيده اللي موجوده، ولكن اريا بتتخض وبتقول لها ان ميتس ملكه مرعبه وما تتقارنش بايدني حتى. وعشتار قررت تسيبها لوحدها في الغابه لانها كانت بتخطف الابطال وبتتعدى عليهم وما ينفعش يخلوا اي ولد يقرب منها، عشان كده بتقول لها كمان ان اكيد ماسكه نفسها لحد اخر يوم تدريب وبكده هتطلق العنان لنفسها النهارده. فبتجري ريسا عند سيا علشان تنقذه بسرعه، وبيروح مش وقوله وراها، وبتكتشف ريسا ان اريا عندها حق. بتتصدم من تصرفات ميتس الغريبه، فهي فجاه بتحاول تهجم على سيا بشكل غريب، ولكن سيا بيضربها بالاسهم السحريه بتاعته ولكنها مش بتموت. بتقرر تهجم على مش، ولكن سيا بينقذه في اخر لحظه وبيتخلص منها في النهايه. بيقول سيا في الوقت ده انه مستعد يرجع يقاتل الدبان مره ثانيه، فبتفتح ريسا بوابه سحريه وبتنقلهم للقلعه، ولكن اول لما بيوصلوا بيتفاجئوا ان المكان هادي وبيعرفوا ان روز قررت تروح المدينه لوحدها. فبيروح سيا هو الباقيين علشان ينقذها ويقتلوا بيل بوب، وبيقرر سيا يستخدم روز كطعم علشان يهاجم بيل بالاسهم بتاعته من بعيد، وبيقول لها بلاش يعملوا صوت. ولكن قبل ما بيضرب السهم بتاعه بيوصل مجموعه من المحاربين عندهم وبيتكلموا بصوت عالي جدا لدرجه ان الدبان بياخد باله منهم وبيروح يهجم عليهم، ولكن سيا كان هادي وبيطلب منهم يهدوا، فهو كان متوقع كل ده. بس روز فجاه بتخرج قصاد بيل فبتصدم ريسا وبتتوتر، لكن سيا بيقول لها انه توقع ده برضه، ولكن بيل بيروح ياخد روز وبيهرب بيها بعيد. فبيطلب سيا من ريسا ان هي تحاول تشتته لحد ما يتصرف، فبتروح ريسا تقف قدام بيل بوب وبتقول ان معاها رساله من البطل بتطلب منه يسيب روز فورا، وبالفعل بيقرر يسيبها وبيقول لها ان هي كانت مجرد طعم لاستدراج البطل اصلا، ولكن قبل ما يسيبها بيطير بها لاعلى مكان يقدر يوصل له علشان يرميها منه. فبتضطر ريسا تروح وراها لان بالشكل ده خطتهم بتفشل، بس المشكله ان الاسهم السحريه بتاعت سيا مش بتوصل للارتفاع ده. فبتحاول تفكر في اي طريقه تساعد بها سيا، ولكن بيل بوب كان ناوي يرمي روز باقصى سرعته وبكده مش هتقدر ريسا انها تنقذها. بتفضل تتكلم معاه في اي كلام ملوش لازمه علشان تعطله، واثناء ده بينطلق سهم سحري ناحيته وفجاه بتقع روز من ايده. بتروح ريسا تمسكها قبل ما تقع، ولكن بما ان السهم وصل عندهم رغم الارتفاع اللي هم فيه، فده معناه ان سيا موجود في مكان حواليهم ومستخبي في السحاب، لان مستحيل السهم يوصل من تحت. فبتحاول ريسا تخدع بيل بوب وبتقول له لان سيا موهوب، ولكنه مش بيصدقها وبيستفز سيا علشان يخرج ويهاجمه مره ثانيه. بيقف يتحدى فبيهجم عليه سيا بمجموعه من الاسهم، ولكن مش بيقدر يسيبه، وبسبب هجومه ده بيعرف بيل بوب مكانه. بيقدر يلاقيه بين السحاب فعلا، وكان لسه هيهجم عليه ولكن فجاه بتصاب هجوم من ظهره، فبيتفاجئ بيل بوب ومش بيفهم اللي حصل، ولكن بعد كده بتظهر الاسهم وهي طايره حواليه. بيكتشف ان الاسهم اتحولت لطيور بعد ما بيل بوب اتفاداها وهجمت عليه مره ثانيه. ريسا هي كمان بتتفاجئ من مدى حذر وتفكير سيا، فهو مش هاجم عليه بس باكتر من سهم علشان يصيبه، ولكنه عمل حساب الاسهم انها ممكن ما تصيبوش اصلا. بيرجعوا بعد كده للارض مره ثانيه بعد ما تخلصوا من بيل بوب، بس روز بتقول لسيا انه مش بطل لان البطل بيواجه الخصم بتاعه في معركه، وده يعني علشان سيا استخبى وايدها على بيل بوب بالطريقه دي. ولكن ريسا بتتعصب وبتقول لها ان هي المفروض تشكره لانه انقذها على الاقل، ولكن سيا بيوقفها وبيقول لها سيبك منها، فهي مجرد كلبه بتنبح. بتتعصب روز ومش بتعرف ترد عليه وبتستسلم وبتمشي، وبعدها بيقول سيا ان جه الوقت ان نتخلصوا من باقي الدبان، وبينده على مش وقوله بيقول لهم يستعدوا، فبيتفاجئوا لكنه بيقول لهم عيب عليكم، انا برضه لاحظت ان انتوا اتدربتوا ومستواكم زاد. فبيحسوا اخيرا انه وثق فيهم، ولكن في نفس اللحظه بيهجم بكل الاسهم على الدبان وبيتخلص منهم بنفسه، بس بعدها بينده على مش وقوله وبيطلب منهم يجمعوا الجثث. بيبدا يحرقهم، فبيحس الاثنين ان هم مجرد مكنسه، وبتكون ريسا مش عارفه تهون عليهم ازاي. في الوقت ده بترجع روز تاني وبتقول لهم ان في معلومات لازم تبلغها لهم، وبتقول لهم ان في دروع اسطوريه موجوده في معبد قريب من المدينه، والدروع دي هتحتاجوها وانتوا بتواجهوا ملك الشياطين، ولكن سيا بيشك فيها كالعاده. وبعد خناقات كتير بيقرروا يروحوا للقريه دي علشان ياخدوا الدروع، بس بيتصدموا اول لما بيوصلوا لان بيلاقوا القريه متدمره ومحروقه تماما. بيظهر واحد من الملوك الاربعه واسمه كليكوبل، وكان معاه وحش استدعاء، وبيقول ان هو قرر يتعامل مع سيا بنفسه. فهو كان بيراقبه بقاله فتره من خلال البلوره، وكمان بيخلي الوحش بتاعه يرمي الدرع اللي كانوا جايين يدوروا عليه، وبيكتشف ان هو متدمر. بيقول بعد كده لسيا ان هو لازم يموت هنا، وده لانه مش هيقدر يهزم ملك الشياطين. بعدها بيخرج راس مراته وابنه من كيس معاه وبيقول انه ضحى بيهم هم وكل الناس اللي كانت عايشه في القريه بتاعت ازلي، وكمان هيضحي بحياته عشان يستدعي اعظم ساحر. بيضرب نفسه بالسكينه فجاه وبيموت، فبيطلب سيا من ريسا ان هي تفتح بوابه لعالم المملكه، فبتتفاجئ وبتقول له دلوقتي هو احنا لحقنا، ولكن فجاه بيظهر قصادهم حصد ارواح مرعب، فبتحاول ريسا
تعرف مستوى احصائياته ولكن مش بتقدر لا هي ولا سيا. بيقول لها سيا انا طلبت منك تفتح البوابه لان حسيت ان الشيء ده في مستوى تاني تماما. بعدها بيهجم عليه وبيقسموا نصين فبتفتكر ريسا انه تخلص منه ولكن بيقول لها تفتح البوابه مره تانيه بسرعه وفجاه بيتحول كل نص منهم لحصد ارواح مختلف. بيهجموا هما الاثنين على سيا فبيرد سيا بهجوم ناري وبيقول لريسا تفتح البوابه للمره الثالثه والمره دي بتفتحها فعلا واول لما بتتفتح بيحدف مشو وقوله جواها وبعدها بيدي ريسا رجل خنفشاريه علشان تدخل وبيدخل وراها. اول لما بيدخلوا بيقول لها ان هو اتصاب بجروح بالغه فبتحس ريسا بالقلق عليه وبتطلب منه يوريها مكان الجرح علشان تشفيه بسرعه ولكنها بتتصدم انه مجرد خدش بسيط. ولكن سيا بيكون مصمم ان هي لازم تشفيه علشان يكمل القتال وبالفعل بتعالجه. بيقول مشو وقوله ان لحسن الحظ الوحش ده من بعد تاني وحاليا هم في امان بس فجاه بيظهر حصد الارواح قصادهم وبيكتشفوا انه بيقدر يخترق الابعاد ومن الواضح ان ما عندوش اي نقطه ضعف وحتى سيا ما كانش عارف ازاي يواجهه. بتحس ريسا ان دي نهايتهم ولكن فجاه بيظهر 3 ملوك وبيهجموا على الوحش ده بكل قوتهم ولكن مش بيتاثر رغم ده. بيستغل سيا انشغالهم مره ثانيه وبيهرب فبتهرب ريسا معاه هي ومشو وقوله بس بيفضل الوحش ده يطاردهم وفي الطريق بيقابلوا اكتر من ملك بيحاولوا يوقفوه ولكن بيفشلوا مهما كانت قوتهم. بيروحوا عند سيريوس في الطريق وكمان بيدمروا الكيكه اللي كان عاملها وكان فرحان بيها وبعدها بيروحوا عند ايدنا وبيطلب سيا منها انها تقتل حصد الارواح ده وتخلص منه. طبعا مش بتقدر ايدنا انها ترفض له طلب وبتهجم على الوحش بكل قوتها بالسيف الابدي ورغم ان هي بتدمره اجزاء ولكن كل جزء منه بيتحول لوحش منفصل وبيكملوا قتالها عادي. بيكمل سيا هروب مع الباقي وبتكون ريسا متوتره ومش عارفه تعمل ايه ولكن سيا بيقول لها تهدى لانه عنده خطه بالفعل. كان عامل حسابه ان هم اكيد هيقابلوا وحوش مش هيقدروا يتغلبوا عليها وبياخدها وبيروحوا عند بيت فالكري. بيلاقوها بترسم هناك واول ما الوحش بيروح عندها بيدمر اللوحه اللي بترسمها فبتتعصب وبتهجم عليه فورا بكل قوتها ورغم ان هي بتدمره لكنه بيرجع تاني فبتهجم عليه بهجوم اقوى ولكن بيتغلب عليها برضه بس فالكري بتضحك بعدها باستريا وبتقرر تستخدم قوتها الحقيقيه. بتفتح بوابه اسمها بوابه فالهالا وبتقدر تدمر الوحش ده عن طريقها ولكن فجاه جسمها بيبدا ينزف من كل مكان بسبب فتحها للبوابه. بتقول لهم ان لو بشر استخدم السحر ده هيموت ولكنها كويسه بما انها سيده. بيحس سيا في الوقت ده ان هي اللي هتقدر تدربه ولكن ريسا بتقول له ان لو استخدم البوابه دي هيموت لانه انسان. وحتى فالكري بتقول له بلاش يتغرف نفسه ولكنه بيرفض يستسلم فبتقرر فالكري تدربه وبتقول له ان في طريقه يتعلم بيها ازاي يفتح البوابه. بتطلب منه انه يروح بيتها بعد 10 دقايق فبيطلب مشو ويقول له من ريسا ان هي يرجعوا يكملوا تدريبهم عادي عند اريا وبالفعل ريسا بتوافق. بتخليهم يروحوا هناك ولكن قبل ما تمشي هي كمان بتقف تتكلم مع سيا شويه فبتتصدم لما بيقول لها انت محتاجه تستحمي لان ريحتك بقت وحشه الصراحه. بالفعل بتروح علشان تستحمى ولكن بتقابل سيريوس اللي بيعيط اول لما بيشوفها بسبب الكيكه بتاعته اللي اتدمرت وبعدها بيقول لها ان عشتار عايزه تشوفها فبتضطر تروح وبتكون قلقانه وبتفتكر ان هي هتهزقها بسبب ظهور الوحوش عندها ولكن عشتار بتقول لها ان مفيش مشكله طالما فالكري اتعاملت معاهم وبتقول لها انها طلبت تيجي لان في واحد من الملوك الاربعه بيتحرك ناحيه عالم براندي وكمان الملك ده معاه جيش عظيم رايح للعاصمه وما ينفعش تضيع اي وقت ولازم تروح لهناك فورا بس قبل ما تمشي بتقول لها ان هي لازم تستحمى برضه. البت دي بقت ريحتها فايحه خالص وبسبب ده بتروح لسه تستحمى الاول لحد ما جسمها بيحمر وبعدها بتروح تاخد مشو اولو بعد ما بيخلصوا التدريب. بتتفاجئ ان مش دلوقتي بقى بيتحول لتنين كامل وكمان اولو زودت مهاراتها. بتاخدهم وبتروح لسيا عند فالكري وبتديله جوميا من شعرها عملتها مخصوص علشانه فبيطلب من مشي يشيلها في حاجته. بعدها بيطلبوا منه انه يروح للعاصمه دلوقتي لان في هجوم هناك وبالفعل سيا مش بيعترض وبيروح لهناك فورا بس الغريب انه مش بيقول مستعد زي كل مره. حتى ريسا هي كمان بتلاحظ ده ولما بيدخلوا بنكتشف ان هو ما قالش الجمله دي لانه مش ناوي يشارك في القتال اصلا. كان عامل حسابه انه هيسيب القتال على القائد الحربي وبالفعل قدر القائد انه يتولى القتال وقدر يتخلص من اخر واحد في الملوك السماويين الاربعه. ومش بس كده ده قضى على الجيش بتاعه كله بضربه واحده. بيتفاجئ مشو وقوله من قوته وبيمدحوه ولكن ريسا بتساله ليه مش بيشارك في قتال ملك الشياطين طالما هو قوي بالشكل ده بس قبل ما يرد عليها بيتحول لطفل صغير وبتفهم ريسا السبب فبيتصدم هم والباقيين وفجاه بتظهر روسو بتتعصب عليهم لان اللي بيبصوا لها هم متفاجئين ده يبقى ابوها وبتامر الجنود ان هم يتخلصوا من باقي الاعداء وبالفعل بيتحرك باقي الجنود وبتقعد تهدى ابوها بس بتتعصب على ريسا والباقيين لانهم بيبصوا لابوها باستغراب وبتقول لهم ان ابوها بالشكل ده بسبب لعنه ملك الشياطين وبتطلب منهم يزوروها في القصر بعد ساعتين علشان يفهموا اللي حصل. بترجع للقصر بعد كده فبيقرر سيا وفريقه ان هم يلفوا شويه في المدينه وبتكون ريسا عايزه تستمتع بوقتها شويه وتدخل كازينو او اي حاجه ولكن سيا بيرفض لان ممكن عدو يهجم عليهم في اي وقت وكمان ده مش وقته وبيقول لهم ان الافضل يروحوا يدوروا على محل للعناصر. لما ريسا بتتضايق بيقارنها بفالكري وبيقول لها ما هي لها الحق تبقى من الدرجه الثالثه ولكن ريسا بتتعصب لانه بيقلل منها وبيقارنها باللي اسمها فالكري بس سيا بيسيبها تتكلم لوحدها وبيشوف بياع اعشاب طبيه بيقول ان الاعشاب اللي معاه دي بتعالج اي جروح فبيروح سيا وناوي يشتري منه لكن ريسا بتقول ان مفيش داعي فهي ممكن تعالجه بشكل افضل ولكن البياع بيقرر يتحداها وبيظهر قصادهم راجل متصف في ايده فبيعالجوهم هما الاثنين فبيثبت الراجل ان الاعشاب بتعالج افضل فبتحس ريسا بالحزن. بتفوت الساعتين وبيروحوا بعد كده للقصر علشان يقابلوا روز بس قبل ما بتقول لهم اي حاجه بتسالهم عن الدرع الاسطوري فبيقولوا لها ان في سلحفاه اكلته فبتفتكر ان هما بيخدعوها ولكن سيا بيكلمها بكل جديه وبيقول لها ان ده اللي حصل وقت قتالهم مع واحد من الملوك السماويين. بيسالها هي محتاجه ايه منهم فبتقول له ان الموضوع له علاقه بابوها فهو كان بيحارب الشياطين لاكتر من 30 سنه وفي السنه دي كمل 80 سنه من عمره فقرر يروح يحارب ملك الشياطين ولكن في طريقهم اتحول لطفل لاسباب مش معروفه وفي النهايه الجيش هو اللي
تنقذه من اسود قلعه ملك الشياطين، وبتقول ان مش باقي كتير في عمر ابوها، وعشان كده بتطلب منه ما يوافقش ياخده معاه اثناء قتال ملك الشياطين حتى لو طلب ده، ولكن سيا بيقول لها انه هيعمل كده من غير ما تقول له لان وجود راجل عجوز هيعمل له مشاكل. بعدها بيروح يقابل القائد الحربي بعد ما رجع لشكله العجوز وبيتكلم معاه عن القتال مع ملك الشياطين، وبيقول له ان هو مش هياخده معاه. بس فجاه واثناء الكلام بيجي واحد يبلغ القائد ان الناجين من قوات ملك الشياطين بيهاجموا العاصمه، فبيقرر سيا يروح يواجههم بنفسه وبياخد مشي وقوله معاه، ولكن بيسيب ريسا مع القائد. فبتحس ريسا بالحزن لانها شايفه ان هي من غير فايده تماما، وبتروح مع القائد وهي متضايقه. فبيلاحظ ان في مشاكل ما بينها وما بين سيا، بالفعل بتشتكي له منه، فبيضحك وبيقول لها ان الاقوياء ساعات بتبقى شخصيتهم متلويه كده. وبعدها بيسالها اذا تعرف ليه الملوك بيفضلوا عايشين ومش بيموتوا، لكنها ما بتكونش عارفه. فبيقول لها لان روحها الحقيقيه موجوده في عالم المملكه، والروح اللي في جسمها دي هي روح افتراضيه اساسا، يعني لو ماتت في العالم ده روحها الافتراضيه هي اللي تتفكك وهتفضل عايشه طول ما روحها الحقيقيه موجوده في عالم المملكه الموحده. وده نفس الشيء اللي بيحصل للابطال لما بيموتوا، لانهم بيرجعوا للعالم بتاعهم الاصلي مره ثانيه. فبتتفاجئ ريسا لانه يعرف معلومات كتير، فبيقول لها ان هو ما ضيعش عمره على الفاضي، وكمان بيوريها عنصر سحري عمله اسمه سلسله التدمير، وده بتدمر الروح الافتراضيه بشكل معين علشان الروح الحقيقيه تتدمر هي كمان. فبتخاف ريسا لان ممكن تموت هي وسيا بالشكل ده. فبيقول لها القائد ان دي حقيقه، وده السلاح اللي ملك الشياطين عمله اساسا، وكمان عامل السلاح النهائي اللي ممكن يطبق الكلام ده. وبيخرج السلاح وبيقول لها انه قرر يتخلص منها لان طول ما هي موجوده هيقدر سيا يرجع للعالم الملكي دايما. لكن ريسا بتتصدم وما بتكونش فاهمه هو ليه بيعمل كده. فبيقول لها ان هو لما راح يقاتل ملك الشياطين قدر الملك يشوف كل افكاره، قدر يشوف حسده وغيرته لانه مش بطل، وكمان كانت قوته رهيبه لدرجه ان من الخوف رجع طفل تاني، ومن بعدها بدا يتبع ملك الشياطين. بيحاول بعدها ان يهجم على ريسا علشان يتخلص منها بضربه واحده، ولكنها بتتفادى الهجوم ده وبتحاول تهرب، ولكنه بقيادها باستخدام سلسله التدمير علشان يقتلها تماما. فبتحاول ريسا ان هي تندح على سيا، وفي اللحظه اللي بتيأس فيها بتدخل روز ومعاها ماش وقوله، وبتكون مصدومه لما بتشوف ابوها بالشكل ده. بيظهر سيا بعدها وبينقذ ريسا، فبيفتكر القائد ان سيا بيشوف المستقبل ولا حاجه، ولكن كالعاده بطلنا بيقول ان كان حاطط كذا احتمال ومن ضمنهم ان هو يغدر بيهم اصلا. وبالفعل الملك عمل كده، وفكر سيا ان ممكن يكون بقى تابع لملك الشياطين بعد ما تحول لطفل، فبيهدد القائد ان هو يقتله. بتحاول ريسا تحذر سيا من السيف اللي معاه، ولكن بيطمنها وبيخرج سيفه هو كمان، ولكن القائد بيكح دم وكانت صحته بتتدهور. فبيخرج حبه من معاه بتديله قوه شيطانيه، واول لما بيبلعها بيتحول الشيطان سنه صغير وقوته بتزيد بشكل رهيب. بيبدا يقاتل سيا لحد ما بيوقع السيف من ايده، ولكن سيا بيكمل قتال بالسيف الثاني، والاول مره بيتصاب سيا اثناء القتال، ولكنه بيستخدم الاعشاب الطبيه. وبعدها بيقرر يتخلص من كل الاوزان اللي في جسمه، وابن المجنونه كان حاطط اوزان كتير جدا لدرجه ان هو بيصدم الكل من عددهم. بياخد السيف الثاني وبيبدا يقاتل بكل قوته المره دي، وكان القتال رهيب ما بينهم لدرجه ان ريسا ما كانتش عارفه تتتبع كل حركاتهم برغم ان هي ملكه. ولكن ريسا كانت مطمنه لان واضح ان سيا هتغلب عليه، بس فجاه بتقلق لان سيا ما قالش الجمله الشهيره بتاعته بانه مستعد للقتال. بيكون روز عايزه تتدخل هي ومش، ولكن سيا بيرفض وبيقول لهم يهربوا لانهم هيموتوا. وفجاه القائد بيقطع دراع سيا، لكن في نفس الوقت سيا بيقطع دراعه هو كمان، بس بيقطع دراعه اللي ماسك السيف بيه، وبكده القائد ما يكونش معاه سلاح. بيكمل سيا قتال بالسيف اللي في ايده الثانيه، ولكن القائد مش بيستسلم وبيهجم بقبضته على سيا، ولكن سيا بينتصر في النهايه وبيتلغي تاثير الحبه، والقائد بيرجع عجوز مره ثانيه وبيكون مصاب بشده. بيطلب سيا من ريسا ان هي تعالج دراعه بسرعه، بالفعل بتعالجه بترجعه مكانه مره ثانيه، وبعدها بيطلب من روز انها تروح لابوها وتساعده، ولكنها بترفض وبتقول له ان ده ما بقاش ابوها خلاص. فبيطلب من ريسا ان هي تعالج جروح القائد، وبعد كده بيروح يضرب روز كام قلم علشان يفوقها، وبيقول لها تروح تقضي اخر لحظاتها مع ابوها. فبتروح روز تتكلم مع ابوها اللي كان بيحتضر وبيعتذر لها وبيقول لها انه بيحبها، وبعد كده بيموت. فبتنهار روز بعد موته، وبعد 3 ايام بيتم اعلان وفاه القائد بسبب الشيخوخه، وبتكون روز هي اللي مسؤوله عن العرش بعد موته. بيفضل سيا نايم 3 ايام بعد اللي حصل، فبيحس ماشي وقوله بالقلق عليه، ولكن ريسا بتطمنهم وبتقعد ترتب معاهم للخروج للكازينو علشان يستمتعوا بوقتهم لحد ما سيا فوق. ولكن فجاه سيا بيقوم من النوم وبيسمع كلامهم، فبتتخض وبتغير كلامها تماما. فبيقول لها سيا ان هو محتاج يتدرب قبل ما يواجه ملك الشياطين، بس ما فيش مانع ان هم يستمتعوا يومين 3 قبلها، وممكن يروحوا للكازينو لو عايزين. فبيفرحوا جدا، وبتكون ريسا مش مصدقه نفسها، فبيقولوا ان هو ممكن يخرج معاهم بالليل، لكن دلوقتي هيروح يجيب شويه مواد وعناصر للتدريب. فبتاخد ريسا ماشي وقوله بيتفسحوا في المدينه وبيروحوا يشتروا هدوم جديده واكل، وبيقرروا يروحوا الكازينو بالليل مع سيا. وبعد ما بيخلصوا التسويق بيرجعوا هم متحمسين جدا، ولكنهم بيتفاجئوا لانهم مش بيلاقوا سيا موجود في البيت رغم ان الشمس بدات تغيب، وسيا دايما ملتزم في مواعيده. فبيحاولوا يطمنوا نفسهم وبيقولوا ان اكيد اتشغل وهو بيشتري الحاجات وما حسش بنفسه، وبيفضلوا مستنينه لمده ساعه ولكنه مش بيرجع. بيخرجوا يدوروا عليه وبيسالوا تجار العناصر والاسلحه عنه، ولكن محدش بيقول ان هو شافه النهارده خالص. فبيرجعوا البيت مره ثانيه وبرضه مش بيلاقوه، فبتقول له انه ممكن يكون راح يواجه سيد الشياطين بنفسه، ولكن ريسا بتقول انه مستحيل يعمل كده، فهو حذر جدا. هو كمان قال ان هو محتاج يدور على طريقه يهزم بها ملك الشياطين بعد ما هزم القائد الحربي بالعافيه. فبترجع ريسا لعالم المملكه علشان تسال عشتار عليه، ولكن اول لما بتروح هناك بتلاقي اريا مستنياها وبتاخدها الاوضه ثانيه الوقت فيها واقف ومش بيعدي. هناك بيقابلوا عشتار وبتوري لهم الشجره اللي فيها الارواح الحقيقيه للابطال والملوك، وبتقول لهم ان سيا راح لملك الشياطين اول لما سابهم، ولكن ريسا مش بتصدقها وبتقول لها ان بالشكل ده هيموت ومش هيعرف يهرب من غيرها. فبتقول لها انه راح لوحده علشان يحميها وما يخليهاش تتعرض لخطر الموت، ولكن ريسا مش بتصدقها برضه. بتقول لها ان سيا بيحتقرها، ولكن
لكن عشتار بتقول لها انه كان بيتصرف بالشكل ده، ولكن اهم حاجه عنده هو انقاذ اصحابه. وبتقول لها كمان ان هو لما رفض انضمام مشو وقوله في الفريق رفض انضمامهم لانه كان خايف عليهم وعاملهم ببرود علشان يبعدهم عن القتال. بعد ما كنا فاكرين ان هو شاب بارد ومش مهتم باي حد في الفريق، طلع بيعمل كل ده علشان خاطرهم في الاخر. فيا ترى هيحصل ايه مع سيا؟ وهل هيقدر على ملك الشياطين؟ وهل ريسا هتقف تتفرج عليه ولا هتقرر تروح له هناك وتقاتل معاه؟ الانمي خلص وساب عندنا اسئله كتير قوي لازم نعرف اجابتها في الموسم الثاني منه. ولحد ما يجي الوقت ده يا رب كلكم تخشوا الجنه، واشوفكم الفيديو الجاي. سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم. صلوا على النبي وسلام.